السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال الصف الخامس الابتدائي؟ معكم مس اسماء سمير، مدرس الدراسات الاجتماعية. ان شاء الله النهاردة هنكمل الجزء الثاني من الدرس الاول للصف الخامس الابتدائي لمادة الدراسات. ولكن قبل ما ندخل في اي شرح واي تفاصيل، صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هنا كده رقم 2 بيقول لك ايه؟ دوائر العرض الرئيسية. يعني ايه يا مس اسماء دوائر العرض الرئيسية؟ هقول لك يا حبايبي، جايب لك شكل الكرة الارضية كده، راسمها لك في الكتاب وهيعمل لي عليها كذا خط. فالخطوط دي احنا بنقول عليها ايه؟ دوائر عرض. فاول حاجه كده عمل لك هنا كده خط، يعني دائره عرض، وسماها دي الدائره القطبيه الشماليه. بعد كده العلماء حطوا لنا جنبها درجه كده ورقموها، قال لك ان الدائره دي درجتها موجوده كام؟ 66.5 شمالا دائرة الاستواء. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دائرة القطبية الشمالية دي موجودة فين يا مس اسماء؟ هقولك موجودة في الشمال، اللي هو الخط ده احنا بنقول عليه الدائرة القطبية الشمالية. ايوه، يعني هي موجودة شمال ايه؟ يعني فوق ايه؟ هقولك شمال دائرة الاستواء. مش دي دائرة الاستواء؟ هي موجودة فوق في الشمال. تمام. قالك بقى الدائرة القطبية الشمالية دي لها أخت كده توأمها، احنا بنسميها الدائرة القطبية، بس بدل الشمالية الجنوبية. لأن ايه؟ أختها دي قاعدة تحت كده في الجنوب اهي. ادي دي شكلها، الخط ده كده احنا بنقول عليه دائرة. ادي الدائرة القطبية الجنوبية. فاحنا بنقول عليها ايه؟ ان دي توأم الدائرة القطبية الشمالية اللي فوق، ولكن هي اسمها الدائرة القطبية الجنوبية. درجتها بقى كام يا مس أسماء؟ قالك العلماء حطوا لنا درجة كده، قالك الدرجة بتاعتها 66.5 جنوب دائرة الاستواء. إذا الدائرة القطبية الشمالية شبه الدائرة القطبية الجنوبية، لكن دي في الشمال ودي في الجنوب. هقولك أيوة، دي درجتها 66.5 ودي 66.5. هقولك تمام، لكن دي شمال دائرة الاستواء، شمال لأنها فوق في الشمال. أما دي فين بقى؟ مش هي اسمها الدائرة القطبية الجنوبية؟ إذا هي فين؟ حتة في الجنوب. إذا هي جنوب دائرة الاستواء. يعني دي دائرة الاستواء هي في الجنوب، يعني تحت خالص في ايه؟ نهاية الكرة الأرضية، فاسمها جنوب دائرة الاستواء. تمام. بعد كده بقى قال لك ايه؟ عمل لك كمان خط هنا كده، وقال لك الخط ده اللي هو اسمه دائرة، يعني اسمها ايه؟ مدار السرطان. يعني الخط ده اللي هي الدائرة دي اسمها مدار السرطان. هقول لك ايوه. العلماء يا مس اسماء رقموها، يعني حطوا لها درجة ولا لا؟ هقول لك ايوه، ده لها درجة. طب كام بقى؟ 23.5 شمال دائرة الاستواء. برضو شمال دائرة الاستواء؟ اقول لك ايوه. ادي دائرة الاستواء. شايف مدار السرطان؟ هتقول لي اه. هقول لك هو دلوقتي بقى هو في الشمال ولا في الجنوب؟ هتقول لي في الشمال. ايوه في الشمال. شمال مين بقى؟ يعني هو فوق مين؟ هتقول لي فوق دائرة الاستواء. فاحنا كلمة فوق دي بقى في الدراسات بنقول عليها شمال. تمام. والدائرة القطبية الشمالية برضو شمال دائرة ايه؟ الاستواء. يعني دي درجتها 23.5 شمال دائرة الاستواء. اهو مدار السرطان ده ليه برضو اخ كده توأمه اسمه مدار الجدي. ده اسمه مدار السرطان، ده اسمه مدار الجدي، بس ده عايش في الشمال، ده عايش في الجنوب. ايوه، مدار الجدي فين درجته؟ قالك استنى الاول نشوف الخط بتاعه فين. ادي الدائرة بتاعته، دائرة العرض ده المكان بتاعها موجودة على الكرة الأرضية. تمام. قال لك العلماء رقموه له وحطوا له درجة بتاعته، قال لك 23.5 جنوب دائرة الاستواء. ايه 23.5 جنوبا؟ يعني ايه جنوبا؟ يعني هو جنوب دائرة الاستواء، يعني تحت دائرة الاستواء. اذا مدار السرطان في الشمال؟ هقول لك اه. ومدار الجدي في الجنوب؟ هقول لك ايوه. اذا الاتنين درجتهم كام؟ متشابهين في ايه؟ في الدرجة. ان دي 23.5 ودي 23.5، بس دي في الشمال دي في الجنوب. قالك ايوه. قالك بقى في النص كده دائرة عرض بقى، هي دي الدائرة الرئيسية الأساسية اللي فيهم. دي اسمها دائرة الاستواء. درجتها ايه؟ صفر. ادي دي دائرة العرض الرئيسية، درجتها ايه؟ صفر. ودي بقى اللي قسمت الأرض أو الكرة الأرضية لنصين متساويين، يعني قد بعض. يعني الخط ده او الدائرة دي قسمت لي الكرة الارضية كلها نصين، نص في الشمالي ونص في الجنوبي. احنا لو مش موجود الدائرة دي كان زمان الكرة الارضية كلها ايه؟ زي ما هي مش مقسومة. لكن الدائرة دي هي اللي قسمت لي الكرة الارضية نصين، نص اهو في الشمال اللي هو الجزء ده، ونص فين؟ في الجنوب اللي هو الجزء ايه ده. اذا كده يا مس اسماء، يلا قولي اللي انتوا قلتي لي كده بسرعة كده. هقول لك يلا بينا. قال لك احنا عندنا كرة ارضية،
تمام. اول دائره عرض اسمها الدائره القطبيه الشماليه. هتقولي درجتها قد ايه؟ هقولك 66.5 شمال دائره الاستواء. ليها بقى اخت توأمها اسمها الدائره القطبيه الجنوبيه. فين الخط بتاعها او الدائره بتاعتها؟ هقولك هنا كده. الدرجه قد ايه؟ هقولك زي فوق بالظبط 66.5 توأمها بالظبط شبهها بالظبط، لكن بس دي شمال ودي ايه جنوب، عشان كده اسمها الشماليه دي اسمها ايه الجنوبيه. هنا كده تحت كده دائره عرض اسمها مدار السرطان. هقولك الدرجه بتاعته قد ايه؟ 23.5 شمال دائره الاستواء. تمام. هتقولي مدار السرطان ليه اخ توأم اسمه مدار الجدي، الدرجه بتاعته شبهها تماما. هقولك تماما 23.5 23.5. بس استنى، ده عايش في الشمال، اما ده موجود فين؟ في الجنوب، اذا هو جنوب دائره الاستواء. قالك بقى في النص كده اللي فاصل ما بينهم حاجه اسمها دائره الاستواء. دي بقى دائره العرض الرئيسيه اللي فيهم، اللي الدرجه بتاعتها قد ايه؟ صفر. دي بقى قسمة الأرض قد إيه أو الكرة الأرضية قد إيه؟ كام نصف؟ قالك نصفين مساويين، يعني ده قد ده قد بعض تماما. قالك النصف اللي فوق اسمه النصف الشمالي وده الجنوبي. بعد كده بقى قالك إيه؟ لاحظ أن تعد دائرة الاستواء أكبر دوائر عرض رأسية. يعني أنت شايف الخط ده؟ هتقول لي أيوة يا مس. أقول لك أهي دي اسمها دائرة الاستواء. مالها يعني؟ أقول لك درجتها صفر. أيوة يعني إيه تاني؟ أقول لك دي بقى اكبر دائرة عرض رئيسية في الدوائر دي كلها. احنا عندنا كام دائرة؟ هتقول لا ده واحد اتنين، احنا بنعد الخطوط بس هي اسمها دائرة. تلاتة اربعة ادي خمسة، يبقى كام واحدة؟ خمسة. هتقول لي اهو الخمسة دول اكبر واحدة فيهم هي دائرة الاستواء. تمام. هتقولي تمام يا مس. بعد كده بقى هنا في الصفحة دي بيقول لك ثانيا الموقع الفلكي لمين؟ لمصر. يعني هنعرف الموقع الفلكي بتاع مصر درجته قد ايه. طب يعني ايه الموقع الفلكي يا مس اسماء؟ هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. يعني ايه؟ يعني بتقدر تحدد المكان هو موجود على خط طول ولا دائرة عرض. برضو انا مش فاهم، هقولك يلا بينا كده نشرح على الخريطة هتفهمك اكتر، بس خليك فاكر ان الموقع الفلكي هو موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. يعني ايه يا مس اسماء؟ هقولك يلا بينا. يعني بتحدد له المكان او المحافظة دي موجودة على خط طول ولا على دائرة العرض. هتقولي يلا بينا كده اديني مثال. هقولك بص كده، لو قلت لك ادي اسوان اهي، شايف اسوان؟ هتقول ايوه. هقول لك مش هي مكتوبه فين؟ موجود النقطه بتاعتها دي موجوده فين؟ مش على خط العرض هنا؟ اذا هي موجوده على خط ايه العرض، صح؟ هتقول لي ايوه. اقول لك تعال نشوف كده اسكندريه، ادي الاسكندريه، شايف النقطه بتاعتها فين؟ اهي، هي موجودة على خط ايه الطول. اذا الاسكندرية على خط الطول والاسوان على خط العرض. هتقولي انا عرفت ازاي يا مس اسماء؟ هقولك طب تعالى نشوف واحدة تانية. مش دي احنا عارفين ده خط طول؟ ايوه. وده خط عرض. طب شوفوا القاهرة كده، القاهرة موجودة هنا، اذا هي المفروض يعتبر على الخط ايه؟ على دايرة ايه العرض. فهمتوا حاجة؟ هتقولي مش فاهم اوي برضه. هقولك بص، لو المحافظة موجودة هنا، لو في محافظة موجودة هنا كده على الخط ده، هقول لك هي المحافظة دي موجودة فين؟ هتقول على خط الطول لأن نازلة على خط الطول. لو المحافظة موجودة هنا مكانها هنا، هقول لك المحافظة موجودة على فين؟ هتقول على دائرة عرض. تمام. هتقولي تمام. بعد كده جايب لك تحت كده في الخريطة، قال لك احنا نستنتج من كل ده ان مدار السرطان يمر جنوب مصر يعني تحت مصر. يلا نشوف الكلام ده. مش دي القاهرة يعني مصر؟ هتقول ايوه. قال لك مش دي، قالك هو عايز يعرف مدار السرطان اللي هو ده هو موجود فين كده. يعني جنوب مصر يعني تحت مصر ولا هو شمال مصر؟ هتقولي لا جنوب مصر. يبقى اول معلومة ان مدار السرطان بيمر في جنوب مصر. بعد كده قالك تعالى بقى نشوف موقع مصر الفلكي. يعني مصر موجودة بين دقيقة عرض قد ايه. بعد كده بقى هيجي يقول لك تعالى بينا نعرف مصر تقع بين دقيقة عرض قد ايه وخطي الطول قد ايه. هتقول لي يا مس مصر ادي مصر على الخريطة، ادي القاهرة. عايز يعرف هي موجودة ما دقيقة عرض قد ايه، يعني على الخط العرض بتاعها قد ايه. قال لك 31 درجة، 36.5، 22 درجة شمال دائرة الاستواء. فين هي مس اسماء؟ اقول لك ادي القاهرة. تمام. هتقول لي تمام. قال لك شايف بقى وبيقول لك ايه 31 درجة اهي، و36 درجة و22.5 شمال اهي. الأول هنا كده دي دقيقة العرض بتاعتها. هتقولي فين حتة؟ هقولك شمال دائرة الاستواء. يعني هي فين حتة؟ شمال دائرة الاستواء.
يبقى كده عرفنا ان ماس تقع بين دائرة عرض 31 درجة و36 ونص و22 ايه شمال دائرة الاستواء. طب يا مس هتقوليلي امال بين خطي الطول قد ايه؟ هقولك 25 درجة و37 شرق خط جرينتش. يعني ايه الكلام ده وفين الارقام دي؟ قالك مش بيقولك 25 درجة؟ هتقول لي ايوه و37 شرق خط جرينتش. تعال نشوف الكلام ده يعني ايه. قالك بص ادي 25 درجة اهي، تمام، وادي 25 درجة. يعني ايه؟ يعني من خطي الطول بتاعها من اول هنا كده. انا مش فاهم حاجه، انت تهوتيني يا مس معاكي. هقول لك بص، انت عارف يعني ايه دايره عرض ويعني ايه خط الطول؟ هتقولي يعني ايه عشان انا تايه منك. هقول لك يعني مش الخريطه ده كلها، يا دي خريطه ايه، يعتبر دي خريطه ايه؟ مش احنا بنتكلم ان دي خريطه مصر؟ هتقول له اه. اقول لك بقى هو دلوقتي عايز يعرف مصر تمتد بين دائره عرض قد ايه، يعني عرضها قد ايه وخطها الطول قد ايه، يعني عرضها درجته قد ايه والطول بتاعها بادئه من اول فين. يلا بينا بقى نشوف الكلام ده يا مس. هقول لك يلا بينا. انا في الاول دلوقتي قلت لك دايره العرض وفهمتها لك، هنا بقى بتكلم عن خط الطول. انا عايز اعرف بقى خط الطول بتاعها قد ايه. هقول لك بص، مش الخريطه منتهيه لحد الحته دي؟ هتقول لي ايوه. قال لك اهو شد لك خط كده اهو، وقال لك درجته 25 درجه شرق اللي هي دي، تمام. طب والخط التاني فين؟ هقول لك بقى احنا ماشيين اهو، ماشيين مع بعض، ماشيين هنا. انتهت الخريطه هنا، عملنا خط وعملنا درجه كده اللي هي هنا اهي 37 درجه ايه شرق اهو. بقى ده شرق خط جرينتش. طب انا دي ما فهمتهاش قوي، ما تفهمها لي يا مس اسماء. اقول لك دائرتي عرض يعني عرضها قد ايه. تعال نشوف. قال لك 22 درجه و31 درجة و36 ونص شمال دائرة الاستواء. يعني ايه الكلام ده؟ يلا بينا نكملها ونشوفها على الخريطة. قالك 22 درجة، نطلعها الأول فين؟ موجودة فين على الخريطة؟ ادي. يعني عايز يعرف عرضها قد ايه. قالك بص، مش الخريطة منتهية لحد هنا كده؟ هل في خريطة تانية موجودة؟ هتقولي لأ. يبقى اهي، ادي مكانها، ادي شدلك خط اهوت، ويقول لك دي 22 درجة ايه شمال دائرة الاستواء. احنا ماشيين مع بعض، ماشي. الخريطة انتهت لغاية فين؟ اخرها فين هنا؟ هتقول لي اخرها هنا يا ميس اسماء. اقول لك خلاص، هيجي حاطط لك الدرجة دي 31 درجة و36 ونص شمال دائرة الاستواء. تمام. يبقى الارقام دي عرفنا هي الخريطة بدأ من اول فين لغاية فين، خط الطول والعرض بتاعها. تمام. بعد كده بقى ندخل على الجزء الاخير ويبقى خلصنا الدرس. هنا كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك حقائق تاريخيه، يعني ايه معلومات حقيقيه. اهتم المصريون القدماء بالفلك. دلل يعني ايه؟ قال لك يعني المصريين القدماء كانوا بيهتموا جدا بعلم الفلك وكانوا مبدعين فيه، حيث استخدموه في مجالات متعدده، وكمان كانوا بيستخدموه في عده مجالات مثل ايه؟ واحد، تحديد المواقع، ان هم يقدروا عن طريق علم الفلك ودراستهم ليه بيحددوا اي موقع واي مكان هم عايزينه. كانوا بيستخدموا علم الفلك في تحديد وتنظيم الأعياد الدينية. 3، كانوا بيستخدموا علم الفلك برضو في توقيت الزراعة، ان هم يختاروا الفصل المناسب للزراعة، اللي هو ايام مثلا الفيضان لها شهور معينة، والحصاد ليه شهور معينة، وفصل البذر اللي هو ليه فصول معينة. فده باستخدامهم لعلم الفلك كانوا بيقدروا ان هم يحددوا الميعاد اللي هي ايه هيزرعوا فيه. رقم 4، كانوا بيستخدموا علم الفلك في بناء الأهرامات وابو الهول وكل ده عن طريق استخدامهم لعلم الفلك. كانوا بيستخدموه في بناء الاهرامات بتاعتهم وتحديد الاماكن بتاعتها ومواقعها. كل الحاجات دي كلها استخدموها وابدعوا فيها بسبب دراستهم لعلم ايه الفلك. تمام. وكده يا حبايبي نكون خلصنا الدرس الاول للصف الخامس الابتدائي. ولو وصلت معايا لغايه هنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.